السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في عالم كريم وبدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة، واحد الكيكة اللي كتجي رائعة بالخوخ. كنتمنى تجربوها لهاد العيد ان شاء الله ولهاد المناسبات الزوينين. كتجي كراميليزي وكتجي بنينة بزاف ومعلكة. كنتمنى تعجبكم، كنتمنى تجربوا الوصفه مع الاحباب والاصدقاء والعائله. وشكرا جزيلا لكم على الكلام الزوين اللي كتكتبوا في حقي. شكرا للناس اللي كيدخلوا جداد، مرحبا بكم معايا، وكنتمنى تعجبكم الفيديوهات. وشكرا لكم بزاف بزاف. كنتمنى تبارطاجيو لاشين مع الاصدقاء والاحباب وتعمل فائده للجميع. اليوم عندنا كيكه بالخوخ اللي كتجي بنينه، مع ان هذا الموسم ديال الخوخ، فكنتمنى ان شاء الله تجربوها، كتجي زوينه بزاف. اول حاجه عندي كاس ديال السكر سنيده ديال العنبه، غادي نديرو في واحد المقلاة وغنصاوب نرجعو كراميل باش غنديرو في الطاوه اللي غنديرو فيها الكيك ديالنا تيطيب. غنديرو في القاع ديال الطاوه، غنبقاو نخليو الكراميل ديالنا السكر ديالنا حتى يذوب لينا وتيولي لنا في هذه الحاشيه ديالها محمر. عاد غنبداو نحركو فيه، ومن بعد كنبقاو نحركو بحال هكايا. النار تتكون مهيله باش كنوجدو الكراميل، كيكون السكر كله داب لينا، كيولي اللون ديالو بحال العسل. ما تخلوش يغمق لكم باش ما يوليش لكم مر. كنبقى نحرك فيه بهذه الطريقه حتى كيتجانسوا ليا السكر مع المكونات، حتى كيذوب ليا داك السكر سنيده بهذه الطريقه. صافي هنا كنوجدوا هاد الكراميل ديالنا اللي غنديرو في الطنجره عفوا في المول اللي غنديرو فيه الكيك ديالنا. صافي في هذا الاثناء غنطفي النار وغادا نوضعو في المول. وهانتوما معايا، يعني الطريقه راه ساهله. اللون ديالو خصو يكون بحال هكا بحال العسل، يعني ما كيكونش لون غامق، كيجينا زوين. هنا خديت المول اللي دهنتو بالزبده ورشيت عليه شويه ديال الدقيق في الجوانب، وفرشت ليه ورق ديال الطهي باش ما يلتصقش ليا هذاك الكراميل. غادا ناخذ هذاك الكراميل كامل غنوضعو بهذه الطريقه بالزرب محدو سخون على هذاك البول، وغادا نوضعو على جنب. اول مرحله خصنا نصاوبوها، كنديرو هاد المكونات وكنصاوبوها وكنوضعوها على جنب ونخليوها حتى كنكملوا باقي المكونات. غنحاول نوزعو وهو باقي سخون بهذه الطريقه. ضروري ما توزعوا عليه هذاك السكر على المول كامل. صافي في هذا الاثناء غادا نجيب الخوخ اللي غنقطعو شرائح. كنختاروا الخوخات اللي كيكونوا ماشي طايبين، يكونوا شي شويه باقيين شادين في راسهم. كنقطعو كنوضعو فوق من هذاك الكراميل بهذه الطريقه، يعني طريفات يكونوا مهبرين شويه، ماشي طريفات صغارين ورقاقين، حيت غيذوبوا لينا. حيت هو غير غادي تقيسوا العافيه راه غيذوب وغيعطينا واحد الكراميل وواحد النكهه زوين. هنا عندي كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 2 كيسان ديال الدقيق، 2 بيضات، 2 ساشيات الخميره، واحد ساشيه ديال الفاني. ندوزو على بركه الله نوجدو الكيك ديالنا. فالطريقه راه ساهله. اول حاجه غندير واحد رشيشه الملحه في الخلاط، وغندير دوك 2 بيضات مع ساشيه فاني مع الكاس ديال السكر سنيده. غنضربهم مزيان مزيان حتى كيتجانسوا ليا. كنبقى نخلط حتى كتذوب ديك السكر سنيده، ما تيبقاش يبان عندي السكر سنيده. كنبقى نطحن مزيان حتى كنحس بالخليط ديالي كله تجانس وهاد تيولي واحد الرغوه. عاد كنضيف داك الكاس ديال السكر سنيده. صافي كنبقى نخدم الكيك ديالي بهذه الطريقه. كيعطيني واحد الكيك اللي كيكون كريمي وكيكون معلك وكيكون بنين وفيه واحد الطعم رائع. في هذا الاثناء ملي درت الزيت وخلطته حتى تجانس ليا، غادا نضيف الحليب وغنخلط المكونات يتجانسوا مزيان مزيان. في هذا الاثناء تيولي عندي الخليط كريمي بهذه الطريقه، المكونات كلهم متجانسين. كنجيب الدقيق، كندير الكاس الاول وكنغربلو، نوضع الكاس الثاني وكنغربلو حتى هويا. صافي وغادا نبقاه بحال هكا حتى نغربل الدقيق. وغادا ناخذ الفويي وغنحاول نخلط هذاك الكيك ديالي بهذه الطريقه. بعد فاش كنخلط الكيك ديالي كنبقى حتى كيتجانس ليا مزيان الدقيق مع المكونات اللي عندي، وكنشوف القوام ديال الخليط، واش الخليط ديالي باقي خفيف ولا الخليط ديالي خصو مازال دقيق. نتوما راكم عينكم ميزانكم. الكيك كتعرفوا الكيك ملي كتكتبوا رقم 8 كيكون يعني الخليط ديالكم متجانس.
صافي عرفوا بانه جانس. في هذا الاثناء انا لقيت الخليط ديالي باقي ناقصو الدقيق، فزدتو 4 كاس ديال الدقيق. غنضيف في هذا الاثناء 2 ساشيات ديال الخميره، وغادا نغربل المكونات كامله، وغادا نحاول نخلطهم مزيان مزيان باش يتجانسوا ليا. كنبقى نخدم المكونات بشويه بشويه حتى كيتجانسوا ليا المكونات كاملين، وكيجي واحد الخليط لي زوين، وكتجي واحد الكيكه لي سوبلي وخفيفه ما تشبعوش منها. كونوا اكيدين راه غادا تكال لكم في نفس النهار، يعني ما غيبقاش منها حتى شي طريف. هاد الكيكات كيجيو بنانين بزاف. كنبقى نخلط مزيان مزيان حتى كيتجانسوا ليا المكونات صافي. وفي هذا الاثناء كنشوف الخليط كيفاش القوام ديالو. الخليط خصو يكون القوام ديالو كريمي، كنبقى حتى كيتجانسوا ليا صافي. في هذا الاثناء غادا نجيب هذاك المول اللي درت فيه الخوخ ودرت فيه الكراميل، وغنوضع فيه الكيك ديالي بهذه الطريقه. الفران كنشعلو على 180 دوغري، النار فقط عيم لتحت حتى كيطيب ليا الكيك ديالي وكينتفخ. من بعد فاش كيطيب الكيك ديالي وكينتفخ ليا، راه كتشوفوا الكيك ديالكم ملي كينتفخ كتخرجوه من الفران صافي. في هذا الاثناء انا الكيك شوفوا كيفاش الشكل ديالو كيفاش خدمته. غندخلو الفران على 180 دوغري، نخلوه حتى كيطيب لينا، غياخذ منا تقريبا ما بين 35 حتى 40 دقيقه. من بعد فاش غيطيب ليا غنخرجو من الفران وهي باقا سخونه. غنحاول نديموليه على وديت هذاك الكراميل باش ما يلتصقش ليا. شفتوا في هذا الاثناء هذاك الورق الطهي اللي درت راه كيعاونكم وكيساعدكم باش يخلي لكم الخوخ كيبقى لاصق في الكيك، ما كيلصقش لكم في المول. شفتوا كيفاش انا واحد الطريف اللي لصق ليا وراه كتجي خفيفه. ودابا هي باقا سخونه نخليها حتى كتبرد. شفتوا الكراميل راه كينازل منها صافي. في هذا الاثناء نخليها حتى كتبرد مزيان مزيان وعاد غنقدمها لوليداتي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، شهيه طيبه ومرحبا بكم معايا. فبغيتوني شي وصفه نحضرها لكم فقط كتبوا لي، خليوها حتى تبرد مزيان مزيان وعاد قدموها وعطوها لوليداتكم. شهيه طيبه كتجي كيكه رائعه ودغيا دغيا كتسالي. كنتمنى حتى نتوما تجربوها لوليداتكم والناس العزاز عليكم وعواشركم مبروكه. وكنتمنى هاد الكيكه تجيكم سهله وسريعه ودغيا توجدوها للحباب ديالكم. شهيه طيبه، وكنتمنى اي حاجه بغيتوها ربي يحققها لكم. وهاد المناسبه ديال العواشر تاع الاضحى مبروك عواشركم. شهيه طيبه واي حاجه زوينه يا ربي يحققها لكم. وبغيتوني ننزل لكم شي وصفه فقط كتبوا لي في لي كومونتير وما عليا الا ننزل لكم شي كيك ساهل اللي تقدموه في هذا العيد ان شاء الله للاسر ديالكم والاحباب ديالكم. شكرا شكرا لكل واحد اللي كيخلي لي الكلام الزوين والتعليقات ديالكم، راه كيحفزوني وكيخلوني نوض ونصاوب دي كيك ونوجدو. كنقول لكم شكرا جزيلا لكم. كنتمنى تبارطاجيو ليا هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف ومرحبا بكم معايا.